قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم على قناتنا التعليمية. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا واحد الامتحان موحد لمادة اللغة العربية للسنة السادسة ابتدائي. كما العادة غادي نقرا لكم الأسئلة ونشرحها لكم وغادي نعطيكم الأجوبة مكتوبة، لذلك حاولوا تتابعوا معي إلى آخر المقطع، لأن الهدف هو الاستفادة والاستعداد الجيد للامتحان. أي نص كيكون فيه أي امتحان كتكون فيه او كيكون فيه واحد النص، هذاك النص خاصنا نقراوه بزاف المرات، 2 مرات 3 حتى نضبطوه جيدا بالفهم. علاش؟ لانه هو اللي كتكون الاسئله كلها تقريبا مرتبطه به، فإلا فهمناه مزيان غادي نفهموا الاسئله وغادي نجاوبوا بشكل جيد. اذا عندنا النص ها هو امامنا يتحدث عن التضامن، عن التعاون الى غير ذلك. عندنا الاسئله الاساسيه ديال المجال الرئيسي. احدد نوعيه النص، اختار العنوان المناسب للنص، آتي بشبكة مفردات كلمة الصحة، ثم أعطي تعريفا أو خريطة كلمة منح أو كلمة منح. إذن هادو أسئلة متعلقة بالفهم، يعني خاص نكون قريت النص وفهمته نسبيا أو فهمته بشكل جيد على الأقل، ثم يمكن لي ديك الساعة نجاوب بشكل سلس وبشكل سهل. إذن أولا نوعية النص. الرسالة كتكون عندنا العناصر ديال الرسالة، داكشي باش كنميزو على المكونات الأخرى. لذلك فالنص هنا عندنا عبارة عن مقالة. يعني عرضت لكم دابا الأجوبة أو عناصر الإجابة، هي عبارة عن مقالة. ثانيا أختار العنوان المناسب للنص بوضع علامة أمامه. إذا أعطانا 3 اختيارات اللي هي العمل التطوعي، قيمة التسامح، الحضارة والتقدم، فكنشوف الموضوع ديال النص شكون هو العنوان الأنسب له فكنختارو. دائما إلا تطلب مني السؤال نعطي عنوان مناسب للنص، كنقرا موضوع النص وكنعطيه عنوان مناسب له، يعني قريب ليه، يعني ماشي بالضرورة عنوان واحد هو اللي كيكون صحيح. إذا هنا اختارينا العمل التطوعي لأنه كيدلنا على التعاون، التضامن إلى غير ذلك. السؤال الثالث، آتي بشبكة مفردات كلمة الصحة. مفردات ديال كلمة الصحة الكلمات اللي متعلقة بميدان الصحة، فعندنا المستشفى، المرض إلى غير ذلك. ثم خارطة كلمة منح، فعل، أعطى، أخذ. ندوزو العناصر الأخرى ديال الصرف والتحويل والتراكيب والإملاء. فعندي تتمة الظواهر أسئلة الفهم. السؤال الخامس، اعطي 3 كلمات من عائلة خفف، فاعطينا يخفف، تخفيف، مخفف، مخفف. سادسا، ما فوائد العمل التطوعي؟ من فوائد العمل التطوعي مساعدة الآخرين والتخفيف من آلامهم ومنحهم أو محبتهم، كما أن للعمل التطوعي فوائد على المتطوع ذاته إلى غير ذلك. هنا هذا السؤال ديال فوائد العمل التطوعي ممكن تجاوب من النص وممكن تجاوب من الفهم ديالك. الأساس أن الجواب يكون صحيح والمضمون يكون صحيحا. سابعا، أصل بين الجمل والأساليب التي تتضمنها. ألا تتجلى في الحياة العامة قيمة إنسانية كبرى لا يستغنى عنها أو لا يستغنى عنها ابن آدم. إذن هذا أسلوب استفهام باش عرفناه بديك ألا. إذن هذا عبارة عن سؤال. فما أروع أن يساعد ذو الخبرة أخاه. إذن هنا عندنا أسلوب التعجب. ثم لا يطلبون، إذن ديك لا عبارة عن نفي، فهذا أسلوب النفي. ثامنا، من القيم التالية أحدد القيمة التي تضمنها النص. إذن عندنا قيمة التضامن، ليست قيمة العنف وليست قيمة الأمانة. ثاني، المجال الرئيسي ديال التراكيب والصرف والتحويل والإملاء. إذن عندنا أفعال: وقف، نجح، قال، قرأ، سعى، شد. إذن هنا كنميزو بين الصحيح والمعتل وبين أنواع كل منهما. إذن وقف معتل مثال، شد صحيح مضاعف، سعى ناقص معتل، نجح صحيح سالم، قال معتل أجوف، قرأ صحيح مهموس. ثانيا، أحول الجملة التالية إلى المثنى المذكر. التلميذ المجد يهتم بدروسه وينجز واجباته. إذن تلميذان مجدان يهتمان بدروسهما وينجزان واجباتهما. ثالثا، ما وزن الكلمات الآتية؟ قابل، فاعل، مكنسة، مفعلة. إذن هادو دروس ديال الميزان الصرفي. رابعا،
أتمم الجدول بما يناسب. إذا عندي الأوزان خاصني عندي الأفعال خاصني نعطي الأوزان ديالهم. عندي اعتمد ورتل. إذا اعتمد على وزن افتعل، ورتل على وزن فعلل. فعلل. تراكيب: حرف النصب، فعل مضارع منصوب ثم علامة نصبه. هادشي بنستخرجو من النص. لقينا جوج الجمل: كي يغيث أو أن يساعد. ثانيا: أتمم بما يناسب: يساعد المحسن أخاه في تجاوز محنته. إذا هنا كنهضروا على الأسماء الخمسة. إذا أخاه خاصها تكون منصوبة. يحصل ذو النقطة، ذو لأنها جاءت في محل الفاعل، وهنا الأسماء الخمسة ترفع بالواو. أعرب ما تحته خط في النص: يغيث. يغيث فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، لأن أصلها يغيثون. وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع الفاعل. حدود مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. إذا يغيث حدود مفعول به منصوب وهو مضاف فقط. الآن نمر إلى الكتابة اللي هي الشكل، ثم التعبير الكتابي. أشكل الكلمات الآتية حسب ورودها في النص: قيمة، مادية، ثم جمع. ثانيا: أشكل الجملة الآتية. الجواب هو غادي نجاوب أولا على الشكل ثم نرجع للإملاء. أشكل الكلمات الآتية حسب ورودها في النص: إذن قيمة، المادية، جمة. ثم الجملة الثانية: يسمو بالبشر إلى سماء التضامن والتعاون. الإملاء: أتمم الكلمات التالية بألف مناسبة. الألف اللينة إما ممدودة أو مقصورة: الفتى بألف مقصورة، مزايا بألف ممدودة، رمى بألف مقصورة، دعا بألف ممدودة. أتمم الكلمات التالية بالهمزة المناسبة، همزة الوصل أو القطع: استخراج همزة الوصل، إحسان همزة القطع، اجتهد همزة الوصل، إيمان بهمزة القطع. ثالثا: اكتب بن أو ابن في المكان المناسب. إذن بن بطوطة بالألف لأنها جاءت في أول الكلام. هو محمد بن عبد الله الطلحي الرحالة المغربي. الشكل جاوبنا عليه. غادي ندوزو التعبير الكتابي: اكتب طلبا لمدير مدرستك تحثه على تخصيص ركن للقراءة في مدرستك لتمكين التلاميذ من المطالعة وقراءة القصص خارج أوقات زمن التعلم. إذا هنا ما غاديش نعطي جواب لأن الأجوبة تتعدد، ما كاينش جواب محدد، إنما غادي نعطي معايير عامة. خاص يكون عندنا توظيف عناصر ديال كتابة الطلب: المرسل، المرسل إليه، الموضوع إلى غير ذلك، استعمال علامات الترقيم، ثم رصيد لغوي سليم، ثم ألفاظ صحيحة وخط واضح. بالتوفيق وشكرا.